بسم الله الرحمن الرحيم. إلى عشاق الشعر الشعبي ومحبين الشعر ومولعين بالشعر الشعبي، نحاول في هذا الليلة أن نستعرض قصيدتين لشاعرين عملاقين من شعراء حضرموت في الشعر الشعبي، والشاعرين هما الشاعر يوسف باشميل والشاعر المعلم محمد صالح باحفي. لذكر هاتين القصيدتين ومناسبتها، مناسبة هذه القصيدة هي حادثة القتل الشهيرة التي حصلت في وادي العين لمقتل المقدم محمد عبد الله باذياب العوبثاني من قبيلة البعنس العوابثة. وكان الشاعر يوسف باشميل في مهجره في جاوا في إندونيسيا، ولما وصلته أخبار هذه الحادثة وحادثة القتل وكان لا يعرف المعلم باحفي بل يسمع عنه، فاختار أن يرسل قصيدة وهي قصيدة بدع ويختبر الشاعر المعلم باحفي. وللعلم أن الشاعر باشميل هو من وادي دوعن منطقة العرسمة، ويعني جاءت الأخبار بعد حادثة القتل وحاول، بل نقول ليس محاولة، إنما باشميل يعتبر شاعر كبير من شعراء حضرموت في الشعر الشعبي. وبالنسبة لنا من خلال هذا الكتاب الذي تشاهدونه وهو مختارات من الشعر الشعبي الحضرمي، تأليف وجمع الأستاذ سالم محمد باوزير، جمعت كثير من الأشعار وهي قصائد مطولة تقريبا أكثر من 100 قصيدة وحواليها، ولكن هاتين القصيدتين تعد من عيون الشعر الشعبي ما فيها من جمال وصور بلاغية وتشبيهات. وقد أرسل هذه القصيدة إلى المعلم وهو من دار المعالمة، أسرة عرفت بالعلم في السفيل، وكان المعلم باحفي يعني من الشعراء المشاهير في حضرموت. ويعني الجميل في هذا الموضوع أو القصيدة أن تاريخ القصيدة في عام 1354 هجري، وقد ذكر في أحد أبياتها ذكر يوسف باشميل، وتقريبا أو على وجه الخصوص أن لها 90 سنة. القصيدة أرسلت من جاوة، وقد اختار رسول وهمي للمرور بالمناطق عبر البحار إلى أن وصل إلى المكلا حتى وداها إلى قرية السفيل موطن الشاعر باحفي. وعلى نفس المنوال لما كتب الجواب المعلم باحفي فيه شيء من الغرابة، يعني أنه كتب هذه القصيدة حسب الرواه اللي حدثون احنا من كبار السن، أنه جاءت القصيدة في الليل، وقد ذكر هذه المواضيع كلها، وقد اختار قصيدة لما اطلع على قصيدة يوسف باشميل في الليل في اليوم الثاني بعد صلاة العصر وهو في المسجد. أنا معروف أسرة الباحفي أبا عن جدهم يعني يتمون في مسجد السفيل إمام وخطيب، وهذا عن أبا وجد. وكان المعلم باحفي طبعا في شبابه ولهم حلقة ذكر في المسجد بعد صلاة العصر، ورد معروف مع أصحابه. وبعد ما خلص القصيدة أو عفوا الورد اليومي للقرآن الكريم، خرجوا زملائه وأصحابه كما كالمعتاد في الوقت اللي يخرجون فيه، فهو كتب هذه القصيدة في منارة المسجد. هذا حسب الرواه، طلع اختار مكان روحاني في جهة من أحد منارات المسجد الجامع السفيل القديم المعروف لدى الكثيرين، وكتب هذه القصيدة اللي هو الجواب على رد الشاعر يوسف باشميل. والجماعة أصحابه اللي كانوا حوله في المسجد مستغربين أنه دائما عندما يخرجون يكون معهم. هذا في هذه الليلة، ليلة كتابته القصيدة، ما كان موجود. مع قبل المغرب بدقائق يعني كانوا يسألونه فين كنت، قال لهم جاتنا قصيدة من الشاعر باشميل وقد طالعت فيها وقريتها مشان نعرف مضمونها مضبوط. وأخذ هذا القصيدة اللي قصيدة البدع، بعد ما قراها وصلت الفكرة وكانت لديه ملكة طبعا، والشعر هكذا استرسل في كتابة الرد ولم يختم القصيدة، لأن القصيدة باشميل ختمها بالباروت كالمعتاد، أنه بداية كل قصيدة وهذا على منوال الشعراء، يعني بالثناء والشكر لله سبحانه وتعالى في مقدمة القصيدة والصلاة على النبي، ثم تختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. المعلم باشميل لم يختمها بذلك، بل لأنها حادثة قتل ختمها بالباروت. المعلم باحفي كتب كل الرد والجواب على يوسف باشميل ما عدا التختيم. لما نزلوا قبل المغرب جمع أصحابه وقرأ عليهم الرد، قرأ عليهم رد القصيدة، أعجبوا قالوا أنت ما ختمت القصيدة. باشميل ختمها الباروت، قال لأن كتبت القصيدة في منارة المسجد وفي بيت الله، التختيم بيكون في البيت. على هذا الأساس طبعا أكيد أنتم مشوقين لمعرفة القصيدتين اللي هي البدع والجواب. البدع كان من الشاعر يوسف باشميل، والجواب من المعلم باحفي. بدع يوسف باشميل في قصيدته قال ابني بمن لاله شريكا في اسمه المرتفع فوق الطباق أحجابه، ليعلم السر الخفي في علمه ومنزل الماء من غزير أصحابه، صلوا على من أعطاه الحكمة اللي بالهدى صدق وعامل نابه، دمر جيوش المشركين بعزمه وهو إلى عبد منافس سابه، ذي فصل والهاجس يفسر حلمه هاجسي في مقدم رجب قد جابه،
الألف من بعد الثلاث ورسمه 54 الحقيقة حسابه. الألف من بعد الثلاث ورسمه 54 الحقيقة حسابه. مشطون يوسف والحقايق وجمه، لا قربوا له عيش متهنابه، لا قربوا له عيش متهنابه. يسمع عرب فوق الصحون الدسمة كلني خابر لا ضواه كتابه. ما يعلمون ان العواقب وخمه لتفاشلوا في الوادي الغلابه، وادي همم للقبله والحشمه تزهابهم والقبله تزهابه. تزهابهم والقبله تزهابه. يا بيت عوبث يا امان الخطمه، يا سنح راسي ساعه المحنابه. ما احد يخاصم خوه ذلا نقمه، الوادي يصبح محزنات شعابه. والوادي يصبح محزنات شعابه، ولا يرد بندق على بن عمه يقبضه، لا خاصم عدو يغزابه. والعام يوم الشور واحد جمله، وديانهم عالصاعري نهابه. بو زيد في بعض الحجج يا وهمه، يومه يولي عينه السبابه. الإنسان اللي يخلط دواه بسمه، كم من بنادم فسل يتهزابه. والعامري ينبأ على بن سلمه، الدين لا يسقط له طلابه. يوم المشايخ قصروا في الخدمة، الشر جاء والخير قلدوا بابه. يا ريتهم قبضوا خطوط القسمة، لما يلغي خطهم كتابه. وبعد يلعاني بخطي ورمه، دار البريد إنسان يتعنابه. دار البريد إنسان يتعنابه. يأخذ ليالي في البحور الظلمة، في ميل عبندر عوض رسابه. الصبح لا تقصر عليك الهمة، ميح شبيه الصقر في المذرابة. الصبح لا تقصر عليك الهمة، ميح شبيه الصقر في المذرابة. تندر مع وادي تندر مع وادي والصبح لا تقصر عليك الهمة، ميح شبيه الصقر في المذرابة. تندر مع وادي رجاله غلمة، وادي طوال شروعهم وصلابه. تبلغ وعاد الشمس مثل الحمة، حد السفيل الوحش يتعشابه. حد السفيل الوحش يتعشابه. نحد تخبر قل لهم في نعمة، وباح فيبلغ إليه كتابه. وباح فيبلغ إليه كتابه. محمد المهجوس عندي واسمه مكتوب شيخ الشعر ودري نابه. محمد المهجوس عندي واسمه مكتوب شيخ الشعر ودري نابه. قل لهم با منك جواب الكلمة على الفصل وانتم مننا أدرابه. قل لهم با منك جواب الكلمة على الفصل وانتم مننا أدرابه. ما في الرهاين والخطوط الذمة، من جاب راس المال يا حيابه. اسم الرسل والأنبياء في الختمة، وكل شيء مكتوب صادق نابه. ذا قول يوسف باشميل ونظمه، في مقعد العقال ما يخزابه. ذا قول يوسف باشميل ونظمه، في مقعد العقال ما يخزابه. صادر من التقل بلاد مهمة، حلانها ما فيهم اللعابة. صادر من التقل بلاد مهمة، حلانها ما فيهم اللعابة. وختمها قوت المياز الرسمة، ترفيد اسم الجرمني في شابه. قوت الخزين الغالية من كسبه، خلت جميع أهل العقول التابة. هذا طبعا اللي هو البدع الخاص بالشاعر يوسف باشميل. وكان الجواب كما أسلفنا سابقا، وقصة يعني القصة أو المناسبة الخاصة بالقصيدة، أن المعلم باحفي رد عليه بالجواب، وكان جواب ما شاء الله شافي وكافي. وقال المعلم باحفي في جوابه: ابدي بمن لا علم يشبه علمه، يالله بدعوة للعبيد مجابه. يا من تحيط الكائنات بعلمه، ما خاب سائل قد وقف عبابه. ابدي بمن لا علم يشبه علمه، يالله بدعوة للعبيد مجابه. يا من تحيط الكائنات بعلمه، ما خاب سائل قد وقف عبابه. لي صور آدم من تراب تمه، من طين لازب من صعيد ترابه. أجرى العرق والروح اللي في جسمه، أعطاه حواء من ضلوع جنابه. وأعطاه حواء من ضلوع جنابه. وارسل رسوله بالورع والحرمة، ليلة عرج كم من نبي صلابه. عليه صلوا آله وبنو عمه، أبو بكر وعمر قربته وأحزابه. ذي فصل والهاجس ضوانه عتمه، في الليل ما خلى العرب تحسابه. إذا خزم يرقع مواقع خزمه، إذا دخل مصوى عوش نذابه. يعمل ويذرى مال غالي قيمه، وحب من تحت الطفل يذرابه. وقلت وش هذا الخبر والهجمة، هالعلم حادث خلنا بدرابه. قال ذا خطا أعجبنا نظمه، وهو معنا لمن دعاء لبابه. والخط من مرسل بري الخدمة، صحبة مسافر ما تحير جابه. من عند شاعر شاقنا في فهمه، ولا عرفته هو المن يعنابه. من عند شاعر شاقنا في فهمه، ولا عرفته هو المن يعنابه. الوقت يذكر والعرب في حرمه، حسده وفسده كلهم معيابه. حسده وفسده كلهم معيابه. تلحق زميم القوم شيخ الظلمة، جاهل ومتجرهد قليل آدابه. من فوق راسه لا طرحت الختمة، ظليت رملك يمن كذابه. من فوق راسه لا طرحت الختمة، ظليت رملك يمن كذابه. صاموا وصلوا في الثياب اللدمة، يا ريت واحد طاهرات ثيابه. يا ريت واحد طاهرات ثيابه. اليوم على حقاف هبت قتمه، عنيد والساحل عطت هلابه. واهل المنازل والحرث في نعمه، والقبله في حال ما ترضابه. والقبله في حال ما ترضابه. يهنالها وقعت لبوها عدمه، والعاد جاوي يجيد يتردابه. واهن على ذاك الزمن والحرمه، واهن على النيمس خيار سلابه. ومن السفيل العذر باهل النشمه، في ضمر وادي دربه الغلابه. يحمونها من عمد لما نسمه، اذا تخبث هيج كسروا نابه.
إذا تخبث هيج كسروا نابه كم من عدو بطال قبعوا خشمه يا ويل من عنده هذول طلابه. قم شد لي عبكر مسقي عظمه أحمر مربع من خيار ركابه. أحمر مربع من خيار ركابه قبضه مجرى عين إيش بالحجمه وندر حويره لا تزر ذنابه. توك لمان المكلا قدمه بندر محمد بن عمر واصحابه. في ميل نول ما يقصر فحمه فيه الخدم والحمل يتزخابه. ينزل بتاوي في فحوس الزحمه انفذ تقل شد عربابه. اقصد الى بشميل ادعوه باسمه يوسف سوا يعقوب ما سمابه. خصه عدد براق يظهر وضمه سلام مهدى من محب يهدابه. وقل ليوسف بعض ما شل سهمه مسكين لتعنى لشي مو شابه يا ذا معي في الراس انقح قلمه في جوف بو صالح نير لهابه. لو بعتذر الاعذار ما هي حشمه يوسف من اول وقت ما نسخابه. العفو لا زادت وقصرت كلمه بيني وبينك كل شيء بحسابه. والختم شاميات تعطي نهمه زاغت عقول السرقه الكسابه. اللي من خزين الترك تندر حتمه بندق صنعها ابليس واستكفابه.